الحكاية بتبدأ في الحرب العالمية التانية، وبيكونوا أتباع هتلر عايزين يفتحوا بوابة للجحيم عشان يكسبوا الحرب بالسحر. وبنشوف كمان دكتور بروم، وده اللي بيفهم في الحاجات دي، ومعاه الجيش المضاد لهتلر. وأول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا المقنع، وده أفضل مقاتل عند هتلر، وبيكون بيستعد عشان يفتح البوابة بنفسه للجحيم. وبيستعد فعلا هو واللي معاه، وبيلبس أجهزة في جسمه وبيحاول يفتح بها البوابة، وبتبدأ تنفتح فعلا. لكن بيهجم دكتور بروم والجنود اللي معاه على المقنع، وبيفضلوا يقتلوا فيهم، وبينجحوا فعلا انهم يدمروا البوابه ويقفلوها، لكنها بتسحب المقنع معاها. وبيفضلوا يدوروا بعد كده على اي كائنات عدت من البوابه ولا لا. واثناء ما هم بيبحثوا بيلاقوا قدامهم طفل جه من الجحيم، وبيكون الدكتور مستغرب جدا لان المقنع ده مات من سنين، وازاي لسه عايش لحد دلوقتي. وفجاه بيلاقوا قدامهم الطفل اللي جه من الجحيم، وقبل ما يقتلوه الجنود بيقول لهم الدكتور يسيبوه، وبيبدا يديله اكل، وبيقرر انه يتبنى الطفل ده وما يقتلوش. وفعلا بياخدوا معاه وبيطلقوا عليه اسم هيل بوي. بعدها بتعدي مدة كبيرة جدا، وبنشوف حبيبة المقنع اللي مات في أول الفيلم وواحد صاحبه، وبيروحوا المعبد وبيقتلوا ناس هناك عشان يعملوا بالدم بتاعهم طقوس عشان يرجعوا لي الحياة من تاني. وفعلا بيقدروا يرجعوا لي الحياة، بس الغريبة إنه ما بيبقاش عنده عينين. أما على الجانب التاني فدكتور بروم بيعرف إن عنده سرطان، وإنه قدامه وقت قليل جدا وبيموت، لكنه بيرفض إنه يقضي بقى حياته في المستشفى هنا، وبيقرر يخرج. وأثناء ما هو ماشي في الشارع بيشوف في التلفزيون رئيس الشرطة وهو بيتكلم عن هيل بول، وما يعرفوش شكله أصلا، بس شاكين ان في حد خارق في المدينه معاهم. بعدها بنشوف شخص اسمه جون، وطلبوا دكتور بروم عشان يبقى مرافق لهيل بوي ويبقى صاحبه ويتحرك معاه في اي مكان، عشان هيل بوي دايما بيعمل مشاكل ومشاغب جدا، ودايما بيعمل لهم كوارث. وبيعرفوا على اب، وده عباره عن سمكه عندها قدرات خارقه بتقدر تقرا الافكار. وهو وهيل بوي الاتنين ما بيتقدموش في السن بسبب القوه الخارقه اللي عندهم. وبنعرف انهم تبع منظمه بيحاربوا اي ظواهر غير طبيعيه بتظهر زي القوه الشريره والسحر والحاجات دي. وبيدخلوا بعد كده الهيل بوي واللي بيكون عنده 60 سنة، لكنه ما بيتقدمش في السن وما بيبانش عليه اي حاجة. وبيفضل يستفز في جون، وبيقول للعميل انا مش عايز حد معايا، وان لوحدي كده كويس. بس اثناء ده بيرن جرس الانذار، وده معناه ان في كارثة حصلت. فبياخدوا العملاء هيل بوي في عربية عشان ما حدش يشوفه، وبيدخلوا جوه المكان. فبيقول لهم ان اتقتل 6 حراس جوه المعبد، ولازم يدخل ويخلص على اللي عمل كده. وبيدخل فعلا، لكنه بيلاقي قدامه كائن غريب بيفضل يضرب عليه النار لكنه ما بيموتش، وبيكون سريع جدا. وبعد قتال كبير معاه بيقدر هيل بوي يقتله، وبيرميه قدام مترو الانفاق وبيخلص عليه. لكن بتطلع من الكائن ده طاقه غريبه، وبتفضل ماشيه في الجو لوحدها وبتختفي. اما حبيبه المقنع فبتديله عيون جديده عشان يشوف بيها، والقوه اللي طلعت من الكائن من شويه وصلت له. وبيكون كل ما بيموت حد من الكائنات بتوعه بيطلعوا 2 تانيين غيره. وعلى الجانب التاني بيروح هيل بوي للمكان اللي موجود فيه حبيبته ليز، واللي بتكون عندها كمان قوه خارقه لكنها ما بتقدرش تسيطر عليها. وبيروح بعد كده مسؤول لدكتور برام، وبيكون متضايق جدا من تصرفات هيل بوي لانه ما بيسمعش الكلام. اما السمكه فبيوري لهم رؤيه للي حصل في المكان قبل ما يتدمر، وان المقنع وحبيبته هم اللي جم هنا وكسروا التمثال عشان ياخدوا منها ماده عباره عن رماد، والماده دي اللي اطلقوا منها الكائن اللي كان هيل بوي بيقاتله من شويه. وبيفهموا ان المقنع رجع تاني للحياه وناوي يفتح البوابه اللي فتحها زمان وخرج منها هيل بوي عشان يجيب كائنات الجحيم للارض ويغزوها. واثناء ده بيتعب بروم جدا، وبيطلب من جون انه ما يعرفش هيل بوي بالموضوع ده. وبيروحوا بعد كده للمكان اللي موجود فيه هيل بوي، وبيخلي الدكتور جون هو اللي يدخل عشان يحاول يقرب منه وكده. وبيقدر فعلا يقنعه، وبياخدوه من المكان وبيرجعوا بيه للمعمل بتاعهم، وبيفضلوا يعملوا عليه فحوصات. وبيكتشفوا ان الكائن اول ما لمسه حط فيه 3 بيضات، ودول ممكن يتحولوا لمخلوقات تانية. فبيقرروا يرجعوا تاني للانفاق عشان يدوروا لو حطوا اي حاجه هناك. اما المقنع فبيروح بالليل لحبيبه هيل بوي وهي نايمه، وبيحفز الطاقه بتاعتها عشان يطلقها، واللي بتكون عماله تحلم بذكريات لما كانت صغيره والاطفال كانوا دايما بيتنمروا عليها، وان ساعتها ما قدرتش تسيطر على قوتها وطلعت منها طاقه كبيره قتلت كل اللي موجودين في المكان. وكمان المكان اللي هي فيه دلوقتي بينفجر من كتر الطاقه. وتاني يوم بيروح لها جون، وبيحاول يقنعها انها تيجي معاه للمنظمه بتاعتهم عشان هناك هيقدروا يخلوها تسيطر على قوتها، وبيقدر يقنعها فعلا. اما هيل بوي فبيروح هو والفريق بتاعه للانفاق اللي حصل فيه القتال مع الكائنات، وإيب كمان بينزل للمكان اللي موجود فيه ال3 بيضات عشان يدمرهم، بس بيهجموا عليه كائنات كتير جدا. وهيل بوي كمان بيوصل له كائن غريب وبيهجم عليه، والاتنين بيفضلوا يتقاتلوا مع بعض في قلب الانفاق لحد ما بيوصلوا لمحطه المترو وبيهربوا الناس من المكان. وبعد قتال كبير بيقدر هيل بوي يمسك الكائن من لسانه وبيرميه قدام القطر وبيخلص عليه. اما المقنع فبيوصل للعملاء وبيقدر يخلص عليهم، وبيقع جنبهم وبيعمل نفسه اكنه ميت لحد ما بيوصل للمكان هيل بوي وبيفتكره ميت فعلا، وبياخده هو والعميل وبيرجع للمقر بتاعهم. والمسؤول ده بيكون متضايق جدا كالعاده من هيل بوي، وبيفضل يزعق
عقله وبيلومه على كل اللي حصل. فبيتضايق هيل بوي جدا وبيكسر الازاز بتاع المكتب، والكل بيكونوا مستغربين من تصرفه ده. وفي الوقت ده بتيجي ليس حبيبته واللي بيكون مجهز ورقه فيها كلام عشان يقوله لها، فبتقول له ان جون بدا يقرب منها وعازمها كمان بره، وانهم هيخرجوا الاتنين مع بعض ويقضوا وقت لذيذ، ولما ارجع يبقى اقول اللي انت عايزه. فبيتضايق جدا من ده. اما دكتور بروم فبيروح لجثه المقنع عشان يحللها، لكنه ما بيلاقيش اي حاجه فيها ولا دم ولا جروح، ومش فاهم هو ميت ازاي اصلا. وبيلاقي في جيبه ورقه فبيحاول يجمعها عشان يقرا اللي مكتوب فيها. بس في الوقت ده بيدخل عميل من المكتب للاوضه اللي موجود فيها هيل بوي عشان يديله الاكل، لكنه بيلاقي المكان متدمر خالص وهيل بوي مش موجود، وانه كسر الحيطه وهرب. وبيكون عمال يراقب جون وليز من بعيد وشكله غيران جدا، وبيفضل واقف وهو زعلان لحد ما بيجي له طفل صغير وبيبدا يتعرف عليه وبيتكلموا شويه. اما دكتور بروم فبيفضل يجمع الكلام اللي مكتوب على الورقه لحد ما بيجمعه فعلا، وبيعرف ان ده مكان موجود في قلب روسيا. بس في الوقت ده بيقوم المقنع من تاني وبيقول للدكتور ان في اساطير قديمه في الكتب بتقول ان هيل بوي هيروح للمكان ده، وبيكون المقنع عايز هيل بوي عشان يستخدمه انه يفتح البوابه من تاني، وان من غير هيل بوي مش هيعرف يفتحها خالص. وبيروح بعد كده لدكتور بروم وبيحط ايده على دماغه وبيوري له رؤيه لكل اللي هيحصل في المستقبل، وبيشوف العالم وهو متدمر بالكامل، وان هيل بوي هو اللي هيكون السبب في دمار العالم وهلاكه، والجحيم ساعتها هيملى الارض. وبيشكره بعد كده انه اعتنى بهيل بوي لحد دلوقتي عشان يبقى جاهز ان نفتح بيه البوابه، وبيخلص على دكتور بروم. ولما بيرجع هيل بوي من تاني للمقر بيلاقي عملاء كتير متجمعين، فبيدخل جوه وبيشوف قدامه دكتور بروم وهو ميت، واللي بيحزن عليه جدا لانه كان بالنسبه له اكتر من اب، وهو اللي رباه وهو صغير. وتاني يوم بيتعمل له جنازه وسط حزن الجميع، وبيحضر هيل بوي وبيكون واقف وبيبص من بعيد وهو حزين جدا عليه. بعدها بتروح ليز لاب، وبيكونوا اتفقوا كلهم انهم يروحوا للعنوان اللي سابه دكتور بروم اللي هو في روسيا عشان يفهموا ايه العنوان ده. وبيروحوا بعد كده لهيل بوي وبتقول له انها هتروح معاهم، واللي بيفضل يقول لها ان ده شكله مش هيعرف يغيره، وانه مش هيكون الشخص اللي هي عايزاه، وان جون اكيد افضل مني لانه هيحسسك انك طبيعيه وانك انسانه زي باقي البشر. وبيقول لها انا هكون مبسوط لو انت سعيده، وان مش هتخلى عنك ودايما هفضل جنبك واحميكي. وتاني يوم بيوصلوا للمكان اللي موجود في روسيا، وبيروح هيل بوي للمقابر وبيقدر بقدراته انه يصحي موميا من الموت عشان يدلوا على المكان اللي هم عايزين يروحوه. وبياخدوا فعلا معاهم وبيدلوا على المكان ده، واول ما بيدخلوا المكان بيلاقوا فيه افخاخ كتيره، وبتبدا تظهر لهم الافخاخ دي وبتفصلهم عن بعض، وكل واحد بيروح في اتجاه مختلف. فبيفضل هيل بوي يتقدم مع عميل، واللي بيفضل يزعله وبيقول له انت دايما السبب في المشاكل، بس بيظهر خطاب بيشيله وبيخلص عليه، وبيقع كمان الموميا وبيموت تاني. فبيفضل مكمل في طريقه لحد ما بيدخل جوه، وبيظهر قدامه جندي من جنود المقنع، وبيفضلوا الاتنين يتقاتلوا مع بعض. وبيكون المقنع في البدايه مهاري جدا، وهيل بوي بيفضل يتصدى لضرباته، لكن بعد شويه وقت بيستجمع قوته من تاني وبيشيله وبيرميه في قلب حديد وبيخلص عليه. اما جون فبيفضل يتكلم مع ليز وبيقول لها ان هيل بوي بيحبك وانت كمان، وبيكون فوقهم هيل بوي وسامع كل الكلام ده. واثناء ما هم ماشيين بيظهر لهم فجاه كائنات كتير جدا والمكان بيتقفل عليهم، بس بيظهر لهم هيل بوي وبيفضل يتقاتل مع كل الكائنات دول، لكنهم بيكونوا كتير جدا وبيتمكنوا منه. فبتتضايق ليز جدا وبتقرر تستخدم قوتها عشان تدخل وتقاتل، وبتقول لجون يضربها بالقلم عشان يحفز قوتها، وفعلا بتظهر قوتها وبتقول له يهرب، وبتحرق المكان باللي فيه وبتقتل كل الكائنات. لكن حبيبه المقنع بتكون بقدراتها قدرت تمسك هيل بوي، وبيكونوا مكتفينه في مكان، وبيقول له المقنع ان التوك اللي مربوط في رقبتك ده عليه اسمك الحقيقي، وعشان كده مش هتعرف تدمره، وانك المفتاح لبوابه الجحيم، وان كمان شويه هتدخل كائنات كتير الارض وهتدمره بالكامل، وساعتها هسيطر عليه. وبيقول له يفتحها لكنه بيرفض، بس بيكون قدر يخطف ليز وبيقدر ياخد روحها وبيموتها، وبيقول له ان حبيبتك دلوقتي في الجحيم وعشان ترجعها لازم تفتح البوابه ووريني بقى هتعمل ايه. وبيخليه يردد اسمه كتير لحد ما بيتفك القيود اللي عليه، وبيقوم وبتبدا تطلع له قرون كتيره، وبيقرب بعد كده من الحيطه وبيحط ايده فيها عشان يفتح البوابه للجحيم، وبيطلع فعلا شعاع من النار لقلب السماء، وبكده بتكون البوابه فعلا بدات تتفتح، وبيكون في كائنات ضخمه جدا وراها خلاص هيدخلوا لقلب الارض. بس جون بيفضل ينادى على هيل بوي وبيفضل يقول له افتكر انت مين، وبيفضل يفكره بنفسه انه انقذ الناس كتير جدا، وبيرمي له السلسله بتاع دكتور بروم، وبيرجع فعلا لوعيه وبيكسر القرون بتاعته، وبكده البوابه بتتقفل تاني.
تاني، وبيروح بعد كده للمقنع وبيغرز القرون بتاعته في قلبه وبيخلص عليه نهائي، وبيحاول يمشي من المكان بعد كده، بس فجأة بيخترق جسم المقنع كائن غريب وبيطلع منه، فبيخلي جون ياخد ليز ويهربوا من المكان، وبياخد منه المتفجرات وبيروح للوحش ده وبينط في قلب بقه وبيفجر فيه المتفجرات كلها وبيخلص عليه، وبيرجع عادي اكنه ما حصلوش اي حاجه. وبيروح بعد كده الليز وبيفضل يقول تعويذه في ودنها لحد ما بيتفوق فعلا وبترجع تاني للحياه، وبيكون جون فرحان جدا وبيقول لها هيل بوي مش هسيبك تاني وبيحضنها. الحكاية بتكمل في الجزء الثاني سنة 1955، وبنشوف دكتور برام لما كان متبني هيل بوي وهو صغير. هيل بوي ده بيكون طفل اتولد في الجحيم وجه هنا الأرض من خلال بوابة، وكل ده اتشرح في الجزء الأول واللي هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. ومن ساعتها والدكتور ده مربيه ومعتبره زي ابنه، وبيطلب منه يحكي له حكاية قبل ما ينام، فبيجيب له الدكتور كتاب من الأساطير القدامى وبيبدأ يحكي له إن زمان كانوا مخلوقات السحر والبشر عايشين كلهم على الأرض، بس البشر كانوا عايزين يحكموا الأرض لوحدهم، وقامت بينهم حرب كبيرة جدا، بس في النهاية البشر قدروا ينتصروا، وكان ملك الكائنات دول زعلان جدا ان بني جنسه انهزموا، وساعتها قدر يصنع تاج من الذهب بيقدر من خلاله يتحكم في آلاف الجنود اللي مصنوعين كلهم من الذهب اللي لا بياكلوا ولا بيشربوا، وهيستخدمهم كمان في الحرب. ولبس ساعتها التاج وراح يحارب البشر من تاني، بس المرة دي البشر خسروا المعركة وما سقطش ولا جندي واحد من جنود الملك، بس الملك ندم جدا على اللي عمله ده وحس انه قتل ارواح كتير، وقرر ساعتها انه يعمل معاهدة سلام بين الكائنات دول والبشر، وان البشر هيعيشوا عادي في المدن والكائنات هيعيشوا في الغابات وفي الاماكن اللي تحت الارض اللي مش متشافه. وقسم التاج لثلاث قطع، واحده منهم اداها للبشر والاتنين الفاضلين فضلوا معاه، ومن ساعتها محدش عارف حاجه عن مكان القطع دول. بس الامير ابن الملك ما كانش عاجبه الوضع ده وانه كان عايز يغزو العالم كله، وساعتها الملك نفاه في مكان بعيد، وقرر ساعتها انه هيرجع في يوم من الايام ويجمع التاج ويقضي على البشر، وان الجيش ده موجود لسه تحت الارض وبحالته. بعدها بتعدي سنين كتير جدا وبنشوف مزاد عن التحف النادرة، وموجود من ضمن التحف دول قطعة التاج اللي كانت مع البشر، وأول ما الناس بيجيبوا القطعة دي النور فجأة بيقطع، ولما بيرجع من تاني بنشوف الأمير ابن الملك وبيعرفهم بنفسه إنه جاي ياخد القطعة الأخيرة من التاج، وبيكون معاه قطعة، وبيدخل كمان الوحش التابع له وبيفضل يضرب في البشر وبيخلص على كل اللي موجودين، وبياخد الأمير القطعة وبيمشي. بعدها بنروح للمنظمة اللي شغال فيها هيل بوي اللي بتحارب الظواهر، وبيدخل المسؤول ده الاب وبيفضل يوري له صور لهيل بوي وهو عمال يتحرك بحرية، وبيقول له الناس كده هتعرف هويته وانها لازم تفضل سر وما ينفعش اللي هو بيعمله ده، فبيقول له يديله عذره لانه لسه برضه عريس جديد وكده وعايز يستمتع بحياته. وفجأة بيلاقوا هيل بوي بيكسر الباب بتاع الأوضة لانه بيتخانق مع مراته ليز واللي كمان بتكون مولعة على الآخر، بس فجأة بيرن جرس الإنذار بتاعهم وبيعرفوا ان في حاجة حصلت، فبيجهزوا نفسهم عشان يروحوا يشوفوا ايه اللي حصل. بس المسؤول بيفضل يتكلم مع هيل بوي وبيقول له انت لازم تختفي كويس جدا عشان محدش يشوفك، وبيديله سيجار لانه بيهدى لما بيشربه. بعدها بيوصلوا للمتحف اللي كان فيه المزاد، واول ما بيدخلوا جوه بيلاقوا كائنات صغيره كتير اللي اطلقها الامير من شويه واللي بتبدا تهجم عليهم، فبتستخدم ليس قدرتها عشان تولع فيهم، واثناء ده بتخبط هيل بوي وبتطيره من الشباك، وبتنكشف هويته قدام الناس وبيبداوا يصوروه وبيكونوا مرعوبين منه جدا. اما الامير فبيروح للمملكه بتاعه المخلوقات وبيطلب من الملك بتاعهم القطع الباقيه عشان يطلق سراح الجيش الذهبي ويحكم العالم، لكنهم بيرفضوا، وبيطلب منه الملك انه يسلم سلاحه لكنه بيرفض. وفي الوقت ده بتدخل الاميره اخته وبتقول له ينزل سلاحه واللي بيوافق. وفي مقر المنظمه بتعمل ليس تيست حمل وبتكتشف انها حامل من هيل بوي، وبيدخل المسؤول لهيل بوي وبيقول له بسبب اللي عملته انكشف هويتك للعالم وان دلوقتي هيحطوا علينا رقابه من الدوله. بس هيل بوي بيبقى عايش في حاله اللامبالاه وبيكونش همه اي حاجه وايزي عادي. اما جنود الملك فبياخدوا الامير للملك واللي بيقول له انت كسرت المعاهده اللي بيننا وبين البشر وانك لازم تموت، واخته بتكون موافقه على القرار ده. فبيتعصب الامير جدا وبيفضل يضرب في جنود الملك وبيخلص عليهم لحد ما بيوصل للملك وبيقتله هو كمان وبيتحول لحجر وبيفضل ثابت في مكانه. فبياخد منه الامير القطعه اللي معاه وبكده بقى معاه قطعتين، وبيبص لاخته عشان ياخد منها القطعه الاخيره عشان يكمل التاج، لكنها بتكون هربت من المكان. بعدها بيوصلوا ناس من الدوله عشان يشرفوا على المنظمه ومنهم يوهان، وده مقاتل شكله غريب شويه عباره عن شويه هوا في جهاز وبيستخدم الدخان بتاعه ويصحي واحده من الكائنات بتوع الامير عشان
يعرف منها ايه اللي حصل. فبيقول لهم كل حاجه وبيعرفهم على مكان لازم يروحوا له وان الحل هناك. فبيجيب يوهان عربيه وبياخد فيها هيل بوي والباقي وبيروحوا للمكان ده وبيشوفوا هناك واحده من الكائنات بتوع الامير وبيروحوا لها وبيجبروها انها توديهم للسوق بتاعهم، وفعلا بتاخدهم للمكان بتاعهم واللي بيكون تحت الارض. وهناك كائنات كتير جدا شكلهم غريب، واول ما بيشوفوهم بيفضلوا يسالوا الكائنات دول عن الكائنات اللي كانوا في المتحف، لكنهم بيرفضوا يقولوا لهم اي حاجه. فبيدخل هيل بوي وبيفضل يضرب في الكائنات دول لحد ما بيعرف منهم ان الامير رجع من التاني وعايز يجمع التاج عشان يقود الجيش الذهبي ويسيطر على العالم، وبيعرف كل حاجه. اما ايب فبيشوف الاميره اخت الامير وهي ماشيه وبيفضل ماشي وراها لحد ما بيوصل لها، وبتكون فاجراه من رجاله اخوها وهتقتله، بس بتقرا افكاره وبتعرف انه ضده. لكن فجاه بيظهر الوحش بتاع الامير وبيبدا يهجم عليهم وبيفضل يضرب في ايب. بس في اللحظه دي بيوصل هيل بوي للمكان وبيدخل وبيفضل يضرب في الكائن ده لحد ما بيخلص عليه، وبيكونوا موجودين في المكان ده الكائنات بتوع الامير واللي بيجروا فورا وبيروحوا يبلغوه كل اللي حصل. اما الاميره فبتقول لهيل بوي ان اخوها عايز القطعه الاخيره اللي معاها وساعتها محدش هيقدر يوقفه وهي مش هتسمح بده، فبيقرروا يحموها منه. لكن فجاه بيظهر لهم الامير قدامهم وبيطلع ذهب من جيبه وبيرمي منه زرعه واللي بتقع على الميه وبتتحول لشجره ضخمه جدا وبتبدا تدمر المكان وبتقلب العربيات على بعض، وبيخرج منها كائن غريب وبيكون في ولد صغير امه عايزه تطلعه من العربيه، فبيروح هيل بوي وبيساعدها بس بيهجم عليه الكائن اللي طلع من الشجره وبيفضل يقاتله والولد الصغير في ايده وبيكون خلاص هيقتله. فبيظهر الامير وبيعرض على هيل بوي انه ينضم له وبيقول له بص حواليك الناس كارهينك اصلا وان شكلك غريب عنهم، بس معايا هيكون لك شأن. لكنه ما بيسمعلوش وبيدمر الكائن والمكان كله بيتحول لزرع شكله جميل جدا، وبينزل بعد كده وبيدي الطفل لامه بس بدل ما تشكره بتشتمه عشان شكله غريب وخايفه منه، وبيبداوا الناس كلها يخافوا منه وبيشتموه، وده بيعصب مراته ليز جدا وبتتحول لنار وبتكون هتقتلهم. لكن هيل بوي بيفضل يهدي فيها وبياخدها وبيمشي من المكان. اما ايب فبيشوف الاميره عماله تقرا في كتاب وبيروح لها وبيكون معجب بيها جدا وبيفضل يفتح كلام معاها وبيعرف منها ان هي واخوها متصلين ببعض، ولو حد فيهم اتاذى التاني هيتاذي زيه واللي هيموت التاني هيموت برضه زيه. اما هيل بوي فبيكون عمال يسكر لان ليز قررت تبعد عنه وتعيد تفكيرها من جديد، وكمان معرفتوش انها لسه حامل. فبيجي يوهان وبيفضل يلومه عن كل اللي حصل، فبيتضايق هيل بوي جدا وبيضربه بوكس وبيخرجه من البدله واللي بيدخل جوه الدولاب، وبتكون قدرته انه بيعرف يتحكم في اي حاجه يلمسها وبيفضل يضرب هيل بوي. وبيروح بعد كده لايب واللي بيكون عمال يتدرب على قصيده رومانسيه عشان يبهر بيها الاميره، فبيديله مشروب وبيخليه يسكر هو كمان وبيفضلوا يغنوا هما الاتنين وهم في الضياع. اما الاميره فبتحس ان اخوها قرب يوصل، فبتاخد القطعه بتاع التاج وبتخبيه في قلب الكتاب اللي كانت بتقرا فيه، وبيظهر فجاه قدامها وبيقول لها انا عارف انك خبيتيها وكده كده هلاقيها وان هستدعي الجيش الذهبي واحكم العالم كله. واثناء ده بيدخل للمكان المنظمه، فبيمسك الامير سكينه وبيجرح اخته وبيهدد انه هيقتلها. فبيجي هيل بوي وبيقول له مش هسيبك المره دي، فبيقول له ايب لو اذيته الاميره هتتاذي، فما بيرضاش يقتله. فبيروح الامير وبيفضل يضرب فيه لكنه بيتصدى لضرباته بس من غير ما يأذيه، وبعد قتال كبير بيقدر الامير يطعنه وبيطعنه في قلبه بمصل معين وبيهرب. فبياخده ايب وبيحاول يعالجه، وبتكون ليز زعلانه جدا عليه وبتقول له اننا لازم نروح ورا الامير ونخليه يعالجه. فبيقول لها هيل بوي انه مش عايز اي حاجه، انا عايزك انت بس، وانت بالنسبه لي العالم كله وانك تفضلي جنبي. وبيفضلوا بعد كده يدوروا على القطعه اللي كانت مع الاميره لحد ما بيفتكر ايب الكتاب اللي كانت بتقرا فيه، وبيروح يفتحه وبيلاقي فعلا القطعه هناك. فبيروح عشان يعرف باقي المنظمه واللي بتكون جات لهم اوامر انهم ما يسلموش القطعه للامير، وده بيعصب ليز جدا وبتقول لهم انها هتروح لوحدها ورا الامير. فبيداري ايب القطعه وبيقول لهم انه ما لقاش حاجه، وبيروح لليز وبيقول لها انه هيجي معاها عشان ينقذوا هيل بوي، بس بيقول لهم يوهان انه هينضم ليهم هو كمان وبيوافقوا. وبيروحوا كلهم للمكان اللي موجود فيه الكائنات بتوع الامير، وبيقابلوا كائن سحر هناك وبيطلبوا منه يعرفهم المكان اللي موجود فيه الامير. فبيقول لهم لازم تدوني حاجه معاكم الاول قيمه، بس ما معهمش حاجه تستاهل. بس بيلفت نظره المصل اللي جوه هيل بوي، فبيقولوا له احنا مش عارفين نشيله اصلا. فبيقول لهم انا عارف حد يقدر يشيله من غير ما يتاذي، واللي بيوافقوا بيروحوا معاه فعلا، وبياخدهم وبيدخلهم جوه تمثال وبينزلوا منه الكهف تحت الارض، وده المكان اللي موجود فيه الجيش الذهبي، وبيقدمهم للساحره اللي هناك، واللي اول ما بتشوف هيل بوي بتقول له انت مصيرك ان العالم هيتدمر بسببك، مش قريب بس في يوم من الايام ده هيحصل. وبتقول لليز اختاري، يا اما تنقذيه دلوقتي والعالم قدام يتدمر، او تسيبيه يموت والعالم هيبقى في امان. فبتقول لها في داهيه العالم، انا عايزاه هو، وبتنقذه فعلا، وبتسحب الساحره بعد كده المصل منه من غير ما يتاذي، وبتقول لها اديله سبب يعيش عشانه. فبتقول له في ودنه انه هيبقى اب، واللي فعلا بيفوق من تاني وبيرجع للحياه، وبيكون مبسوط جدا انه خلاص هيبقى اب. وبيستعدوا
بعد كده عشان يواجهوا الامير، وبيروحوا كلهم للمكان اللي موجود فيه الامير. فبيسأل الاميرة عن القطعة، فبيوريها له اب وبيقول له سيب الاميرة، وبياخد بعد كده القطعة وبيكتمل التاج وبيشتغل. وبتشتغل بعد كده تروس، والجيش الذهبي بيبدأ يفوق من تاني. فبيفضل هيل بوي واللي معاه يتقاتلوا مع الجيش، لكن عددهم بيكون كبير جدا ومن غير ولا فايدة، وبيأثروش فيهم حتى، وبيكونوا خلاص هيتهزموا. فبيستخدم هيل بوي الذكاء بتاعه وبيتحدى الامير على التاج، وانه لو خسر هيسيب له التاج ويحكم العالم براحته، ولو كسب هياخد منه التاج. واللي بيوافق فعلا وبينزل له عشان يواجهه، وبيفضلوا يتقاتلوا مع بعض. بس هيل بوي بيقدر ينتصر عليه، بس ما بيرضاش يقتله عشان لو مات الاميرة كمان هتموت، وبيسيبه وبياخد بعد كده التاج. بس الامير بيقوم من تاني وبيطلع سكينة عشان يطعنه، وقبل ما يقتله بيحس بألم في صدره، وبيبص للاميرة بيلاقيها طعنت نفسها عشان تموت، والامير هو كمان يموت عشان الخير هو اللي ينتصر مش الشر. اما ليس فبتاخد التاج بعد كده وبتستخدم قدرتها وبتدوب التاج كله، وبكده الجيش الذهبي بيرجع حجارة من تاني وبيتثبتوا في مكانهم، وبكده بيكونوا انتصروا وبيخرجوا من المكان. بس بيلاقوا المسؤول هناك واللي بيفضل يزعق لهم انهم اخدوا طيارة وجم هنا بدون اذن منه، لكن كلهم بيقدموا استقالتهم وبيسيبوه ويمشوا، وبيقولوا له احنا مش هنشتغل معاك تاني. وبياخد بعد كده هيل بوي ليز وبيمشوا، وبيقرروا انهم يعيشوا حياتهم مع بعض وسط المناظر الطبيعية مع ابنهم اللي جاي. فبتقول له اللي جاي 2 توأم مش واحد. الحكاية بتبدأ في العصور الوسطى، وبنشوف الملك أرثر لما كان مجمع جيوشه وبيواجه جيش الظلام بقيادة الملكة نيمو، وبيروح لها الملك وبيعمل أكنه هيستسلم، لكن السحرة اللي مع نيمو أصلا خانوها وباعوها. وبيطلع الملك السيف بتاعه وبيقطع الملكة لحتت كتير، وبيحط كل جزء من جسمها في أماكن كتير حوالين العالم عشان ما يتجمعوش وترجع تاني للحياة. بعدها بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف هيل بوي، واللي بيدخل لحلبة قتال عشان يشوف صاحبه، لأنه دلوقتي بقى شرير ودايما بقى بيقاتل عشان الفلوس وخلاص. وبيدخل فعلا واللي بيلاقيه بيقاتل ومحدش عارف يهزمه. ولما بيشوف هيل بوي بيتحداه في القتال، واللي بيوافق وبيروح له وبيقول له ما بلاش، لكنه بيصمم وبيدخل فعلا للحلبة وبيفضل يقاتله، لكنه ما بيرضاش يأذيه لانه صاحبه. بس صاحبه بيفضل يضرب فيه بكل عنف، فبيتعصب هيل بوي جدا وبيمسك صاحبه وبيرميه في قلب الحديدة بتاعة الملاكمة، وقبل ما يموت بيقول له ان النهاية قربت. بعدها بيكتئب هيل بوي جدا وبيفضل يروح البار ويفضل يشرب ويسكر، وحياته بقت بايظة على الاخر. وبيجيله بعد كده عملاء تبع والده وبيقولوا له انه محتاجه فورا دلوقتي، واللي بيروح معاهم. وفي الطريق بيفضل قاعد حزين جدا على موت صاحبه، ولما بيروح هناك بيقول له انه ينسى موضوع صاحبه خالص ويركز معاه، وبيعرفوا ان في كائنات عملاقة بتأذي الناس، وان في منظمة طلبت انهم يساعدوهم عشان يتخلصوا من العمالقة دول، وانت لازم تروح. وبيفضل يقنعه لحد ما بيوافق فعلا، وبينسى كل اللي حصل وكمان عشان يخرج من المود اللي هو فيه. بعدها بنشوف خنزير واللي بيروح لساحرة وبيطلب منها انها تديله قوة كبيرة عشان يهزم هيل بوي، لانه بيكرهه جدا وعايز يخلص منه باي طريقه. فبتقول له انها ما تقدرش تساعده، بس في ساحره زمان كان اسمها نيمو اتقطعت لاجزاء كتير جدا مرميين في اماكن كتير حوالين العالم، وانك لو جمعت الاجزاء بتاعتها ساعتها هترجع للحياه وهتديك القوه اللي انت عايزها ومحدش هيقدر عليه. وبيوافق على ده وبتدله على الاماكن اللي فيها القطع بتاعتها. وتاني يوم بيوصل هيل بوي لمكان المنظمه اللي عايزاه، وبيعرفوه ان في عمالقه بيأذوا الناس وانهم حاولوا يتخلصوا منهم لكن قوتهم كبيره وما قدروش عليهم ومحتاجين مساعدتك معانا. وبتدخل العرافه عليهم وبتقول له انهم الثلاثه وابوه كانوا اثناء فتره الحرب العالميه بيحضروا ارواح، والروح اللي حضروها ساعتها قالت لهم ان في خطر كبير قادم وهيكون نهايه العالم على ايده، وانهم خلونا نفضل احياء لحد دلوقتي عشان نعرف نتصدى للخطر اللي جاي. والغريبه انك جيت في نفس اليوم، وبتشغل له الكره اللي قدامها عشان توري له اللي حصل في اليوم ده، وان في اليوم ده جابوا كاهن عشان يستخدموا القوه السحريه وتحضير الارواح في انهم يكسبوا الحرب ضد النازيين. بس جه ساعتها جندي نازي وفضل يقتل فيهم، واثناء ده انت خرجت من قلب البوابه اللي اتفتحت، وان الشخص اللي رباك ده مش والدك الحقيقي، وانه قرر يتبناك ويربيك. وهيل بوي ما كانش يعرف كل الكلام ده، وبيعرف انه رباه عشان يستخدمه كسلاح للخير ضد اي قوه شريره تظهر، وانك قمت بدورك لحد دلوقتي على اكمل وجه. وبيعرفوه انهم بكره هيطلعوا عشان يصطادوا العمالقه دول. اما الخنزير فبيروح لمكان شبه المعبد كده وبيدخل عشان يجيب اجزاء نيمو، وبيدخل فعلا المكان ده وبيفضل يقتل في كل اللي بيشوفه قدامه، وبيخلص على عدد كبير جدا من الناس اللي موجودين، وبيقدر فعلا يوصل للصندوق اللي فيه راس نيمو، وبيطلب من الشخص ده انه يقول التعويذه عشان يفتح الصندوق، لكنه بيرفض فبيقتله. والغريبه انه بياخد بقه وبيحطه في بقه هو وبيقول التعويذه بنفسه، والصندوق فعلا بينفتح وبيقدر يصحي نيمو من الموت. وتاني يوم بياخدوا اعضاء المنظمه هيل بوي وبيروحوا للمكان اللي فيه العمالقه، واللي بيلاقوا ناس كتير جدا ميته ودم كتير على الارض واثار اقدام العمالقه، وبيكون المكان هادي جدا. فبيقول لهم هيل بوي لو المكان هادي كده يعرفوا ان في فخ، بس اللي هو ما يعرفوش
يعرفوش انهم جايبينه هنا عشان يقتلوه، والفخ معمول له هو، وبيقولوا له احنا لازم نموتك لانك هتبقى السبب في نهاية العالم وهلاكه في المستقبل، واحنا مش هنسمح بده يحصل. وبيفضلوا يطعنوا فيه عشان يموتوه، لكنه ما بيموتش وبيفضل يقاوم، بس برضه بيفضلوا وراه لحد ما بيقع في الميه، وقبل ما يفصلوا راسه بيظهر عملاق وبيقتلهم كلهم. اما الخنزير فبيكون قاعد مع راس نيمو وبيبدا يجمع اطرافها من تاني، وبيكون فاضل له ايد واحده بس والجسم يكتمل، وبيقول لها انه هيجمع كل اعضاء جسمها بس مقابل ده هتديله قوه كبيره يقدر يهزم بيها هيل بوي، لانه بيكرهه جدا وعايز يخلص منه باي طريقه. وفي الوقت ده بيخرج هيل بوي من الميه وهو مش قادر خالص، وبيشوف قدامه العمالقه وهم مخلصين على المنظمه كلها، وواحد منهم بيهجم عليه عشان يقتله، لكنه بيستجمع قوته من تاني وبيقوم وبيفضل يقتل فيهم، وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيمسك السيف العملاق ده وبيقطع راس اخر واحد فيهم. وبيشوف ساعتها عربيه جايه قدامه، لكنه بيكون تعب جدا من كتر الطعنات اللي في جسمه وبيفقد الوعي. واول ما بيفوق بيلاقي نفسه في بيت غريب، واحده قدامه ما يعرفهاش، ولما بيسالها هي مين بتقول له انت مش فاكرني، بس احنا اتقابلنا كتير لما كنت صغيره وكنا بنتكلم كتير جدا، وانك في يوم انقذت حياتي. واسمها أليس، وبتعرفه انها شغاله في تحضير الارواح والسحر، وانها عارفه الحكايه بتاعته كلها، وبتقول له في سلاح تحت الترابيزه ممكن اخلص عليك دلوقتي، لان في ناس كتير جدا هاممها انك تموت، بس انا عارفاك كويس وانك بتحب الخير ومش هاذيك. واثناء ما هما بيتكلموا بيدخلوا رجاله والده عليه، فبيفضل يضرب فيهم وبيظهر له والده قدامه، فبيقول له انت خنتني وبعتني وكنت عايز تموتني، فبيقول له انسى الكلام ده انا محتاجك معايا. وبيعرفه على داميو وبيقول له انه هيبقى معاه في خلال المهمه بتاعته، وبيبدا يحكي له ان في حد بيسرق اعضاء الملكه نيمو ساحره في العصور القديمه، وان لو ده حصل ورجع تاني للحياه هتدمر الارض كلها ومحدش هيقدر يقف قدامها، واننا لازم نمنع ده قبل ما يحصل. وبيقرر فعلا يروح معاهم، وبيروح هو والمنظمه وأليس كمان للمكان اللي اتسرق منه اعضاء نيمو، وبيلاقي كل اللي هناك مقتولين. وبتقدر أليس بعد كده تحضر روح العرافه اللي ماتت، واللي بتعرفهم ان نيمو رجعت تاني للحياه، وبتقول لهيل بوي ان مصيرك هيظهر لك لما تقابل نيمو، وانك هتكون السبب في دمار العالم كله. وبيشوف بعد كده الخنزير وهو بيسرق اخر جزء من جسم نيمو، فبيروح هيل بوي وبيحاول يمنعه وبياخد الدراع منه، بس فجأة بتنفتح بوابة وبتظهر منها الساحرة نيمو، وبتقول له ينضم ليها وان البشر بيعاملوه وحش، وبتفضل تشتت انتباهه لحد ما البوابة بتتقفل، وبيلاقيش الايد قدامه وبيكون الخنزير خدها وهرب. وبنشوف داميو بعد كده وهو بيدي لنفسه حقنة غريبة وبيكون مش قادر، وبيقول لهم هيل بوي انه عارف الخنزير ده، وان أليس لما كانت صغيرة راح لها زمان لان اهلها كانوا حاسين بتصرفات غريبة ساعتها، والخنزير ده كان منتحل شخصيتها وخطفها، بس هيل بوي كشفه وقدر يرجعها من تاني، وطرت الخنزير ومن ساعتها ما شافهوش لحد دلوقتي. وبيقول لهم انه بيعمل كده مع نيمو عشان عايز قوة ويخلص مني لاني دايما بضايقه. بعدها بياخد الخنزير اطراف نيمو وبيروح لصحراء عشان يخيطوها ببعض وترجع من تاني طبيعية، واللي بيعملوا كده فعلا، وبيقول لها انها تديله القوة اللي عايزها عشان يقتل هيل بوي. فبتقول له عشان استعيد قوتي كاملة لازم نروح للشجرة اللي مت عندها زمان عشان استعيد الدم بتاعي من هناك وترجع لي كامل قوتي، وساعتها بس هقدر اديك القوة اللي انت عايزها. وبيبدأ بعد كده هيل بوي والمنظمة يدوروا في كل مكان عن نيمو عشان يعرفوا خطواتها الجاية، واثناء ده بيسيبهم داميو وبينزل لمختبر تحت وبياخد منه سلاح قادر على تدمير هيل بوي، وبيكون بيكرهه جدا هو واي وحش واي حد عنده قوة ونفسه يخلص منهم كلهم. اما هيل بوي فبيكون عمال يتخانق مع والده لانه بيحس انه دايما بيستخدمه كسلاح عشان يحقق له اللي هو عايزه بس، وبيقول له انت مفكرني آلة وان هعمل لك اي حاجة انت عايزها بس. وبيتضايق جدا وبيمشي من المكان لحد ما بيشوف قدامه ساحرة مخبيينها واللي بيكون طير عينيها قبل كده، وبتقول له انا عارفة مكان نيمو وهقول لك عليه بس مقابل ده هتديني عين من عينك بدل اللي طيرتها لي قبل كده. واللي بيوافق وبتقول له فعلا على المكان اللي موجودة فيه نيمو، بس بيضحك عليها وما بيديهاش حاجة وبيمشي، فبتزقه من المكان بسحرها وبيقع على مكتب والده، واللي بيقول له ان عارف مكان نيمو واننا لازم نروح دلوقتي. وفعلا بيروحوا يركبوا هليكوبتر وبيتحركوا للمكان اللي موجودة فيه نيمو. وبتفضل أليس تسأل داميو انت ليه بتكره الوحوش كده، فبيقول لها ان زمان كان في مهمة وان كل اصحابه الوحوش قتلتهم ومن ساعتها كرهتهم وحلفت اخلص منهم، حتى هيل بوي لو جالي فرصة اقتله هقتله. اما نيمو والخنزير بيوصلوا لمكان الشجرة اللي فيها الدم بتاعها، وبيوصل كمان هيل بوي والفريق بتاعه، فبتستدعي الساحرة اموات كتير اتقتلوا في المكان ده زمان وبيفضلوا يعطلوهم لحد ما هي تخلص اللي بتعمله، وفعلا بتسحب كل دمها من تاني وبيرجع لها كامل قوتها، وبتصحي بعد كده كل السحرة اللي خانوها زمان وبتبدأ تعذب فيهم عشان اللي عملوه معاها، وبتطلب من واحدة منهم انها توري هيل بوي المصير بتاعه، فبيرمي رمح في عينها لكنها ما بتتأثرش وبيلتئم تاني، وبتضربه بسحرها وبتثبته مكانه، وبتفتح بوابة بعد كده وبتخرج منها هي والخنزير، وبترمي خشبة مسمومة في رقبة أليس قبل ما تمشي. وبتقول الساحرة اللي فضلت لهيل بوي انها عارفة مكان ساحر يقدر يشفي أليس واللي بيقرر يروح معاها، وبتوديه فعلا
للمكان اللي فيه قبر الساحر، واللي بيقدر هيل بوي يصحيه من الموت تاني بقدراته، وبيقوم فعلا وبيروح لأليس وبيقدر يشيل منها السم، بس بيخدرها هي وداميو، وبيقول له هيل بوي انا عايز اوريك حاجه، وبيقول له انت اخر نسل الملك ارثر، وان زمان بنته اتجوزت الشيطان وحملت منه وانت جيت، وبيوري له بعد كده سيف الملك ارثر، وبيقول له خد السيف ده، هو اللي قادر يخلص على نيمو نهائي، ومن غيره مش هتعرف تواجهها لان قوتها جباره ومحدش هيقدر يقف قصادها. واول ما هيل بوي بيلمس السيف ده بيعرف انه هيبقى السبب في تدمير العالم كله وهلاكه، ونهايه الارض هتكون على ايده وهيتحول لشخص شرير، فبيسيبه وما بيرضاش ياخده، والساحر بيموت تاني وبيتلاشى. ولما بتفوق أليس وداميو بيعرفهم كل اللي حصل، وان شاف نهايه العالم على ايده لو اخد السيف، وبيرجع بعد كده المنظمه، واول ما بيدخلوا بيلاقوا كل اللي فيها مقتولين، وبيعرفوا ان والده كمان مش موجود، وبيتضايق هيل بوي جدا وبيقرر يروح للمكان اللي فيه الساحره. واول ما بيدخل هناك بيلاقي الخنزير بقى حجمه كبير جدا وقوي، وبيفضل يتقاتل مع هيل بوي، والمره دي بيكون اقوى منه، وبيفضل يضرب فيه، وهيل بوي مش قادر يوقفه. واثناء القتال ده بيحس داميو ان ايده بترعش، وبيقرر ما ياخدش الحقنه، وفجاه بيتحول لنمر، وبيروح وبيساعد هيل بوي، بس برضه ما بيقدروش على الخنزير لانه اقوى منهم، وبيفضل يضرب فيهم، وبيكون خلاص هيخلص عليهم. وقبل ما يقتل هيل بوي بتيجي نيمو وبتقول له انها محتاجه له، ولما بيرفض بتعمل عليه تعويذه وبتصغر حجمه وبتخلص عليه وبيموت. وبتوري بعد كده لهيل بوي السيف مره تانية، وبتقول له خده ده قدرك، وده الشخص اللي المفروض تكون عليه، واننا مع بعض هنحكم العالم كله وهتكون الملك. لكنه بيرفض، فبتجيب ابوه وبتقتله قدامه، فبيروح هيل بوي لابوه بيشوفه هو بيموت قدامه، وبيكون عمال يعيط جدا وحزين على موته، وبيتضايق جدا وبيروح للسيف وبيسحبه، وبتبدا تطلع له قرون وشكله بيبدا يتحول، وبتركع قدامه نيمو وبتقول له محدش هيقدر يقف قدامنا. وبتبدا بعد كده تظهر في المدن وحوش عملاقه وبيهجموا على الناس وبيبداوا يقتلوا فيهم، فبتروح أليس لجثه والده وبتقدر تستدعي روحه من تاني، واللي بيبدا يقول له انه مش شرير وده مش مصيره، ده مش انت دايما كنت بتساعد الناس، وبيبدا يرجعه لوعيه، وبيقول له ان مصيرك انت اللي بتحدده مش حد بيفرضه عليه، واللي بيرجع لعقله فعلا وبيقطع راس نيمو. واول ما بتموت بتختفي كل الوحوش اللي ظهرت، وبياخد بعد كده راسها، فبتقول له هتندم، بس ما بيسمع لهاش وبيروح يرميها في الجحيم وبيدمرها نهائي. وبيدمر بعد كده داميو السلاح اللي هو جابه عشان يقتل هيل بوي، بعد ما شاف انه مش شرير ولا حاجه، وانه دلوقتي بيساعد الناس وبيحارب للخير. بعدها بتعدي فتره وبنشوف هيل بوي وداميو وأليس بيوصلوا لمكان معين، وبيكونوا في مهمه جديده عشان يحموا العالم من اي قوه شريره تظهر، وبيدخلوا وبيفضلوا يخلصوا على كل اللي موجودين. ودي كانت نهايه حكايتنا. قولوا لي في التعليقات حابين الخص لكم افلام ايه الفتره الجايه، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي التانية اللي بينزل عليها الانيميشن، هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه وهتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.